في ناس بتفكر إن أصعب حاجة ممكن تحصل في حياتها هي المشكلة نفسها، لكن الحقيقة أصعب حاجة هي اللحظة اللي أنت بتكتشف فيها إنك بقيت شخص تاني من غير ما تاخد بالك، وإن اللي كسر قلبك مرة بدأ يكسر في روحك كل يوم وإنت فاكر إن أنت بتستحمل. من فترة كده دخلت عليا سيدة تقريبا كده في أوائل الأربعينات، أول ما قعدت قالت لي جملة بسيطة كده بس فضلت ترن في وداني. قالت لي إيه؟ قالت لي أنا مش عارفة أنا اتغيرت إمتى. سألتها يعني إيه؟ قالت لي زمان أنا كنت بعرف أفرح من قلبي، أضحك من قلبي، بعرف أخرج، بعرف أستحمل أي ضغوط قدامي، بعرف أكملها وأقعد أكمل فيها عادي. لكن دلوقتي بقيت بتعب من أقل حاجة، بعيط من أقل كلمة، بتعصب بسرعة جدا، بزهق بسرعة جدا، بقيت حاسة إن أنا عايشة دور مش دوري، حاسة إن أنا عايشة على وضع الطوارئ على طول. ابتدينا نتكلم شوية كده عن حياتها. قالت لي إن من حوالي تقريبا 3 سنين فقدت جوزها، سابت نفسها في دوامة مسؤوليات، ولاد وشغل وبيت، مصاريف، أهل، وكل يوم كانت بتقول، تصحى الصبح تقول إيه؟ معلش استحملي عشان الولاد، معلش استحملي عشان الشغل، معلش استحملي عشان الحياة لازم تكمل. وكانت كل مرة بتحط نفسها في آخر اسم في القايمة لحد ما بقت مش موجودة أصلا في القايمة. سألتها آخر مرة خرجتي خروجة حلوة إمتى؟ عشان نفسك، عشانك أنتي، بسطتي إمتى؟ سكتت. آخر مرة نمتي نوم مريح إمتى؟ سكتت. إمتى آخر مرة عملتي حاجة لنفسك بتحبيها من غير ما تحسي بالذنب بعدها؟ برضه سكتت. وبعدين قالت لي كلمة، أنا بقيت بخاف أقعد مع نفسي. استغربت وقلت لها ليه؟ قالت لي عشان أنا أول ما بقعد مع نفسي بفتكر كل حاجة، فبفضل أشغل نفسي بأي حاجة، حتى لو أفضل ألف في البيت، همسك الموبايل بالساعات، هقعد آكل حتى لو أنا مش جعانة، أكل عاطفي، المهم ما اسمعش صوت دماغي. ساعتها سكت شوية وقلت لها طيب أنا شايفاكي قدامي أنتي ست مش ضعيفة. قالت لي ما أنا دايما بيقولوا عليا أنا مش ضعيفة، بالعكس أنا دايما الست اللي كل الناس شايفاها قوية، كل الناس شايفاها بتعتمد عليها، كل الناس شايفاها جدعة، كل الناس شايفاها شاطرة، كل الناس شايفاها بتقدر تستحمل، كل الناس شايفاها قوية. وبعدين قالت لي وهي بتبتسم كده، بشكرهم لكن محدش شايف إن كل يوم أنا بخسر جزء صغير من نفسي. فعلا هي بتخسر جزء صغير من نفسها وهي فاكرة إن ده اسمها القوة. سألتها سؤال واحد بس، لو انت بنتك هي اللي عايشة في نفس اللي انت عايشة فيه دلوقتي دي، كنت هتطلبي منها ان هي تستحمل وتسكت، ولا كنت هتجري عليها وتحضنيها؟ من غير ما تفكر طبعا قالت لي لا طبعا هحضنها. قلت لها طيب وانت ليه مستكترة على نفسك حضن؟ ليه مستكترة على نفسك حاجة حلوة تتعمل ليكي انت؟ فراحت بصت كده على نفسها وبصت لي وقالت لي ايه، ودموعها ابتدت تنزل وقالت لي لأول مرة انا بشوف نفسي بالطريقة دي. في اللحظة دي فهمت المشكلة عمرها ما كانت في اللي حصل لها، لأن الدنيا فعلا صعبة ومفيش بيت ما بيعديش بأزمات، لكن الفرق الحقيقي في إن في ناس بتدي نفسها فرصة إنها ترتاح، بتدي نفسها فرصة إنها تطلب المساعدة، تقول النهاردة أنا مش قادرة، تعرف تقول لأ، وده مش ضعف أبدا. في ناس تانية بتفضل شايلة فوق طاقتها لحد ما تتكسر وهي لسه بتقول للناس أنا كويسة، أنا بخير. اوقات كتير بنفكر ان المرونه النفسيه دي معناها اننا ما نعيطش، اننا نستحمل، اننا نفضل واقفين مهما حصل، لكن الحقيقه المرونه النفسيه دي انك ما تقعش. المرونه النفسيه ان انت تقع بس تقدر تقوم تاني اقوى من الاول، مش انك تكتم في نفسك وتكتم وجعك، لا انك تعرف تتعامل معاه، مش انك تشيل الدنيا كلها لوحدك، لكن انك تعرف تطلب المساعده وتعرف امتى تقول انا محتاج حد يساعدني. واخطر حاجه ان الاستنزاف النفسي ده ما بيجيش مره واحده، بيقعد يتسلل معاك واحده واحده لغايه لما بتلاقي نفسك اقل حاجه صغيره انت مش قادر ان انت تعملها وبتنفعل عليها، او بتاكل من غير ما تكون جعان اكل عاطفي، او بتفقد شغفك بالحاجات اللي انت كنت بتحبها، او بقيت تنام كتير او حتى مش عارف تنام خالص، وبتقول للناس ولسه بتقول للناس انا كويس.
وانت جواك بتقول الحقوني انا بستغيث. وعشان كده النهارده مش هنتكلم عن المشاكل اللي احنا بنمر بيها، لان كلنا عندنا مشاكل، لكن هنتكلم عن الطريقه اللي نواجه بيها الحياه ونواجه بيها المشاكل دي، عن الفرق ما بين القوه الحقيقيه والمرونه المزيفه، عن ليه في ناس بجد اصعب الازمات تقدر ان هي ترجع منها اقوى، وناس بتقعد سنين كتيره وبتنهار من اول مواجهه. بعد الفاصل ان شاء الله هنكمل حكايتنا وهنعرف مع ضيفتنا كوتش مها عاشور ازاي نبني مرونه نفسيه حقيقيه تحمينا من الاستنزاف، وايه العلامات اللي تقول لنا اننا محتاجين نقف مع نفسنا قبل ما حياتنا كلها تقف بينا. وعشان انت السبب وانت الحل، فالتغيير دايما بيبدا من جواك، في حكايه جواك. استنوا. اهلا بيكم من جديد. ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم ان الحياه مش بس بتختبرنا من المواقف الصعبه اللي بنمر بيها، لكن بطريقه تعاملنا معاها. واتفقنا ان القوه الحقيقيه مش اننا ما نتوجعش، لكن اننا نعرف نتعامل مع وجعنا ازاي من غير ما نفقد نفسنا في الطريق. وعشان نفهم اكتر يعني ايه مرونه نفسيه حقيقيه، وليه نفس الازمه ممكن تكسر شخص وممكن تخلي شخص تاني يخرج منها أقوى، وإزاي نفرق ما بين التحمل الصحي والاستنزاف النفسي، يسعدني جدا يكون معايا ضيفة مميزة. برحب بكوتش مها عاشور، كوتش مرونة وممارس برمجة لغوية عصبية. أهلا وسهلا بحضرتك في برنامج حكاية جواك، وسعداء جدا بوجودك معانا. وخليني أبدأ معاكي بسؤال يمكن كل واحد فينا محتاج إن هو يعرف إجابته. يعني إيه مرونة نفسية؟ ولو خليناها في جملة واحدة بس، وهتقولي لي ليه؟ ويعني ايه مرونة نفسية؟ وليه ناس كتير فاهماها غلط وفاهمة معناها بطريقة تانية؟ بصي، ناس كتيرة جدا بتبقى فاكرة ان المرونة النفسية ان انا ما اقعش وما ضعفش وما انهارش، لكن المرونة النفسية ان انا بعد ما اقع اقوم تاني وارجع لنفسي الطبيعية، واقدر ان انا احافظ على التوازن النفسي بتاعي. ليه الناس فاهماها غلط بقى؟ علشان ناس كتير زي ما قلت لك هي فاكرة ان المرونة هي رفاهية، لكن المرونة دي انا لو ما حافظتش على الجهاز المناعي بتاعي النفسي، انا مش هقدر ان انا احافظ على الجهاز المناعي كمناعة صحية. فمهم جدا ان انا اعرف ان المرونة النفسية هي مش مجرد رفاهية، هي اساس في حياتنا لبناء حياة سعيدة. ايه العلامات اللي بتبقى موجودة نقول ان هي دي لا في مشكلة عندي، دي مش مرونة صحية، لا ده انا داخل في الاحتراق مثلا؟ بصي، هي كذا علامة. اولهم ان انا الاقي نفسي ان انا خلاص مستنزفة واقل حاجة بتعصبني. حاجة تانية ان انا بلاقي نفسي على طول عندي ارق ومش بنام لمدة اسبوعين مثلا، بالرغم ان انا عايز انام بس خلاص مش قادر، في ارق مستمر كتير. او بنام كتير او باكل كتير. بالظبط كده، يا باكل كتير يا ما باكلش خالص. هي على حسب، تمام، كل واحد بتبقى رد فعله مختلف عن التاني، فعلى حسب كل واحد. فبالنسبة للاحتراق النفسي، احنا دلوقتي في كذا علامة. يا اما ان انا افضل مرهق، ابقى مهما نمت ومهما ارتحت افضل على طول حاسس ان انا مجهد وتعبان، جسمي وجعني، باكل بشكل هستيري، ان انا ابدا يومي بنرفزه وعصبيه حتى لو واخد راحتي في النوم، واقل جمله تنرفزني. ممكن كمان الحاجات اللي انا كنت بحبها ما بقتش بحبها، بالظبط، او ما بقتش بتبسط بيها. بالظبط كده. حاجات ببقى فاقد الشغف فيها، وابقى اسال نفسي ايه ده، هو انا كنت بحب الحاجه دي، طب ليه دلوقتي ما بحبهاش؟ ما بتبسطني ليه؟ ما بتبقاش. بالظبط. ليه؟ لان انت وصلت لمرحله من الاحتراق النفسي انت مش قادر تكمل خلاص. ليه في ناس كتير بتحس ان هي لو عملت حاجه لنفسها تبقى انانيه، وتقعد طول الوقت بعد كده عندها تأنيب ضمير، انا عملت ده ليه؟ ده كان مثلا ولادي اولى، ده كان جوزي اولى، ده كان الناس اولى، ده كان اهلي كان اولى. ليه الناس بيبقى الفتره دي بتبقى عندها، وناس كتير كمان عندها الحته دي، ويتصنفوا ايه؟ بصي، هي دي بتبقى راجعه لطريقه تفكير الشخص نفسه. لو الشخص طريقه تفكيره من اللي هو التفكير التشاؤمي، وشايف دايما ان الحياه انا ما استاهلش ان انا اعيش، فبيبدا ان هو يجلد نفسه في كل تصرف بيعمله، ويبدا ان هو ده يعود عليه ان هو طب ما ولادي اولى، طب ما انت ليك حق تعيش برضو، ما انت بني ادم وليك، لو انت حافظت على توازنك النفسي هتقدر ان انت ده يعود على ولادك وعلى اسرتك وبيتك كلها. طيب ازاي بقى ابني؟ طب الاول قبل ما ابني للولاد اعمل ايه؟ يعني انا خلاص بقيت اوير ان انا عندي مشكله في المرونه النفسيه، والموضوع هيوصل للاحتراق او وصل للاحتراق. ايه الخطوات اللي انا اعملها؟ ومين اطلب منه مساعده؟ وطلب المساعده ده في ناس كتير بتشوف ان هو ضعف،
طيب انا اطلب المساعده امتى واروح لمين عشان انا اظبط الحته دي فيا؟ حلو جدا السؤال ده. بصي، امتى اطلب المساعده؟ اولا لما زي ما انت قلتي يبقى عندي وعي كافي بمشاعري وبان انا وصلت فعلا للمرحله دي من الاحتراق النفسي. طيب هل ان انا لما اطلب المساعده ده ضعف؟ عمره ما كان ضعف، بالعكس ده قوه، لان انت بيبقى عندك وعي كامل بمشاعرك ومتصالحه مع نفسك، فانت عارفه ان انت محتاجه فعلا مساعده. امتى بقى اطلب من مين المساعده؟ اطلبها من حد مختص، او حد يكون بالنسبه لي هو رول موديل، او حد انا بثق في رايه، حد برتاح في الكلام معاه. لان طالما ارتحتي في الكلام مع الشخص اللي قدامك وفي الكلام معاه، هتقدري ان انت تعبري باريحيه جدا وتطلعي الحقيقه اللي جواكي، مش هتتكلمي بشكل مزيف. فمهم جدا ان احنا نروح لمختص او نروح لحد احنا بنعتبره مثل اعلى لينا. طيب حلو قوي. ايه بقى الاخطاء اللي احنا بنعملها وشايفين ان هي بتساعدنا؟ زي مثلا ايه؟ مش مهم انا، المهم مثلا ولادي، او مثلا انا مش هتبسط من غير ما يكون ولادي موجودين معايا، او مثلا مش وقت دلوقتي الحزن، مش وقت الضعف، مش وقت انا ورايا مسؤوليات كتير. الحاجات دي كلها احنا دايما بنقول ان دي بتساعدنا علشان نعرف نكمل، لكن هي في الاخر بتضغط علينا. هنعمل ايه؟ كل دي اكاذيب، دي كلها ماسكات احنا بنلبسها عشان نهرب من ان احنا نواجه اصلا الوجع اللي جوانا. فبنبدا نقول ايه؟ طب ما الولاد حواليا، يكفي ان هم كويسين، مش مهم انا، يكفي ان انا عايش. كل دي كلمات انا بقولها لنفسي عشان اضحك على عقلي بان انا ما واجهش الوجع اللي جوايا. اهم حاجه ان انا اولا اتقبل مشاعري، اقول لنفسي ان انا بني ادم، عادي ان انا اقع وعادي ان انا اتوجع. المهم ان انا بعد ما اتوجع واقع اقوم تاني، اتقبل مشاعري واحترمها. ما اقولش انا مش يعني عادي، انا قوي، انا جامد، انا بالظبط. هعديها لوحدي، انا ما بحبش اطلب المساعده. دي حقيقه، لا انا مش قوي طول الوقت، انا بيجي عليا وقت، انا انسان مش روبوت. فمهم جدا ان الانسان يعرف مشاعره هي ايه ويبدا يوجهها صح، علشان لما بنسمي الشعور وبنسمي المشاعر باسمها الصحيح، بنقدر ان احنا نتعامل بيها ونقدر ان احنا نشتغل عليها صح، سواء مع مختص او لو احنا بندرس حاجه تساعدنا في الموضوع ده. عشان كده دايما بنقول ما ينفعش ان انت تكبت مشاعرك، لكن الاحسن ان انت تتعامل معاها. بالظبط. مش دايما ان احنا بنقول المشكله انا لازم احلها، يا اما خلاص انا مش هعرف اتعامل بعد كده، بس انا بعرف اتعامل مع المشكله دي. عشان كده في ناس كتير بتفرق ما بينهم ان هم ناس بتقع وتعرف تقوم اقوى من الاول، وناس اول وقعه بتبقى فوره. صح جدا، صح كده، صح جدا. ازاي بقى انا ابني المرونه النفسيه دي في اولادي من غير ما ابتدي ان انا اقعد اقول لهم لا، ما يعني احنا عندنا دراسه، ما فيش زعل، ما فيش عياط، اوعى تعيط انت راجل. امتى بقى نعمل ايه؟ من النشأة، من الصغر، ان انا اولا افهم ابني ان مشاعره دي يتقبلها، وان ده طبيعي ان هو يبقى عنده مشاعر. جمله قاتله دايما كانوا بيقولوها للولاد وهم صغيرين، الصبيان يقولوا لهم عيب انت راجل ما تعيطش، والبنات يقولوا لها عيب انت ما ينفعش تعبري عن مشاعرك. فخلقوا جيل او خلقوا اجيال مش كابته مشاعرها. الكبت ده مش صح. فاول حاجه ان انا اعلمه ازاي يعبر عن مشاعره، واخليه يفصل ما بين الاذى والشعور، او السلوك والشعور. يعني مثلا اخ عنده اخت بنوته، فهو غضب، راح جاي راح متعصب ومتزرزر وراح جاي ضارب اخته. فانا اقول له حقك انك تغضب، لكن مش حقك انك تمد ايدك على اختك. فانا من الصغر عودته ان هو انت عندك مشاعر وطبيعي انك تغضب، ولكن الاذى ممنوع ومرفوض. دي حاجه ودي حاجه تانية، ان انا اعلمه ان هو يحل مشاكله بنفسه. الموضوع ده مهم جدا جدا. الامهات المصريه طبعا والابهات دايما مندفعين، دايما عايزين يحلوا المشاكل لاولادهم. عندك مشكله في المدرسه انا رايحه، يلا جري، عندك مشكله في النادي انا رايحه. خالص، دي خطا جدا. لان هو لو اتعود ان انت بتحلي له مشاكله، هو مش هيتعود إن لما يكبر خلاص فين ماما تحلي لي مشاكلي، فمش هيبقى قادر يواجه المشاكل بتاعته. فحته ان انت تخليه يدور على حلول لمشاكله، ده بيعوده على تحمل المسؤوليه اصلا، فبيزود المرونه عنده. عارفه
انا ما كنتش عايزه ادخل في الحته دي بس انا هدخل فيها. يمكن ده الفرق كبير قوي ما بين اللي احنا بنتكلم عليه التربيه الحديثه والتربيه القديمه، والناس كانت فاكره كتير قوي ان التربيه الحديثه دي انا ما بقولش صح وغلط. لا يا حبيبي خلاص خد بالك، لا يا حبيبي مش ولا ثواب ولا عقاب ولا صح ولا غلط ولا اي حاجه من الحاجات دي. هي التربيه الحديثه ببساطه ان انا بعرف ان انا اخليه يدير مشاعره ونخليه نطلعه راجل او بنت من الاول. صح جدا. يكون فاهم هو مين، يكون فاهم انتمائه ايه، يكون فاهم هو بيتعامل مع مين وبيتعامل ازاي. هي دي الفكره كلها. لكن ان انا ما بربهوش في التربيه الحديثه يبقى احنا كلنا مش مع التربيه الحديثه. بالظبط. لا مش كل صح جدا. التربيه الحديثه الناس فاهمينها غلط. هي التربيه الحديثه ان انا اعرف ابني زي ما قلت لك الفرق بالظبط، الفرق ما بين السلوك والمشاعر. يعبر عن مشاعره ولكن باحترام، يتكلم مع الكبير ويقول رايه ولكن في حدود الادب. بالزبط. فهي دي ان انا اعرفه الحدود بتاعته ايه. حلو قوي. طيب لو احنا جينا قلنا انا مضغوط ولا انا بقيت في الاحتراق النفسي، امتى اقول ان انا مضغوط وامتى اقول ان انا دخلت في الاحتراق النفسي؟ جميل. امتى اقول انا مضغوط؟ لما الضغط ده يروح او الارهاق ده يروح، لان هو شعور مؤقت هيروح لما انام او ارتاح. طيب امتى اقول ان انا وصلت للاحتراق النفسي؟ لما الاقي نفسي وصلت لمده اسبوعين انا على نفس الوتيره، عصبيه، قله نوم، احس بالم مستمر في رقبتي وظهري. كل الحاجات دي لما تبقى اعراض غير مبرره مش عضويه بالظبط، صداع دائم لمده اسبوعين، كده اعرف ان انا وصلت لمرحله الاحتراق النفسي، وكده لازم اخد وقفه وابدا ان انا اشوف حلول، ما استسلمش. طيب ليه دايما احنا اول حاجه لما بنحس بالضغط بنيجي على نفسنا؟ احنا بنتعصب بسرعه، بناكل كتير، ما بناكلش خالص، بننام، ما بننامش خالص. ليه دايما احنا بنصب الغضب ده وبنصب الضغط ده على نفسنا احنا؟ جميل. علشان خاطر احنا جهازنا العصبي بيبدأ يشوف المشكلة أو الضغط النفسي ده إن هو داخل حرب خطر، فبيبدأ إن هو يصدر طاقته على طول بآلية الدفاع. أنا بدافع، فده بيأثر أصلا على طريقة التفكير وبيخلي عاداتنا وسلوكياتنا اليومية كلها تتغير، زي مثلا آكل كتير أو ما أكلش خالص، أنام كتير أو ما أنامش خالص، أرق مستمر، نفس القصة هي. فكله بيعود إن أنا أشوف أراقب نفسي أنا إمتى بوصل لمرحلة الاحتراق النفسي ده أو الاستنزاف ده وأقول ستوب. طبعا أنا لازم أراقب نفسي طبعا، ولازم أعترف الأول بالحاجة دي، المشكلة اللي عندي، عشان أعرف إن أنا أكملها. طبعا جدا. طيب أنا عرفته، وفي ناس بتبقى مستعجلة قوي على خصوصا المشاكل النفسية. يعني مثلا إيه؟ طب يا كوتش مثلا أو يا دكتور قولي لي في حدود قد إيه أنا هبقى كويس. طيب انا لو عملت ايه النهارده وبكره الصبح هبقى عامل ازاي؟ زي فكره مثلا لما احنا بنتكلم على التخسيس، او مثلا انا عايزه اخس 10 كيلو في اسبوع من غير ما اعمل حاجه. فايه برضو الفكره، الحاجات النفسيه ما بتجيش من يوم وليله من ليله. ده طبعا. اولا عشان انا ابتدي يكون عندي احتراق بقعد سلسله طويله قوي، يعني وقت كتير عشان اوصل لده. طيب تقولي له ايه؟ يعني اللي جاي مستعجل قوي ده تقولي له ايه؟ اقول له احترم سرعتك. ليه؟ لان احنا مختلفين، وانت ما وصلتش في الموضوع ده من يوم وليله، انت وصلت في وقت طويل، انت قعدت فتره طويله جدا عمال تكتم 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 عشان توصل للاحتراق ده. فادي لنفسك فرصه وادي لنفسك مساحتك وخد وقتك على قد ما تقدر. ودايما قصتك غير قصه غيرك. احنا مش شبه بعض، احنا مختلفين وكل واحد ليه بصمته في الحياه. فانت غير غيرك هو ممكن هو بسرعته عرف يطلع بسرعه، انت العكس، والعكس صحيح، انت ممكن تطلع اسرع من غيرك. فاقول له ادي نفسك وقت، خف، يعني خليك هادي وخليك رحيم مع نفسك. بالظبط، اهم حاجه انك تبقى رحيم مع نفسك. لو بقيت رحيم مع نفسك هتعرف ان انت تبقى رحيم مع كل حاجه في الحياه معاك. طيب لو جينا مثلا قلنا عايزين نعمل تمرين بسيط سريع نخلي موضوع لو انا وصلت للاحتراق او الانضغاط الجامد قوي اعرف ان انا بالراحه اخرج منه حتى لو في وقت صغير لغايه لما اروح لمختص. حلو جدا. بصي، اول حاجه واهم حاجه اول ما اوصل للمستوى ده من الاحتراق النفسي مهم ان انا اخد بريك ان شاء الله حتى 24 ساعه. اهدى وابعد عن اي حاجه او اي شخص بيشفط طاقتي. دي اول حاجه. اعمل حاجه بحبها او حتى ان شاء الله بص في السقف. المهم ان انا افصل دماغي وافصل عقلي اللاواعي عن
الحاجات اللي بتضغطني. دي اول حاجه. تاني حاجه ان هو يبدا يكتب. ابدا اكتب مشاعرك عشان تعرف هي ايه. اكتب كل اللي بيدور في عقلك في ورقه وقلم. خلي الورقه والقلم دي صديقك المقرب. بالظبط كده. كل اللي بيدور في دماغك كبيره صغيره اي حاجه اكتبها. دي تاني حاجه. تالت حاجه تمرين التنفس، وده مهم جدا جدا، لان انت لما بتاخد التنفس بالراحه على 4 عدات وتكتمه عدتين وتطلعه على 6 عدات بالراحه، ده في حد ذاته بيهديك وبيدي فرصه للعقل الواعي ان هو ياخد اكسجين، فبالتالي بتسترخي. صح بالظبط. طب لو احنا خدنا بقى حاجه في الاخر خالص كده، لو المشاهدين اللي موجودين معانا النهارده بيسمعونا حبوا ان هم يطلعوا بحاجه بجمله تخليهم يظبطوا حته الاحتراق النفسي في الوقت ده، هيطلعوا بجمله ايه من الحلقه بتاعت النهارده؟ هقول لهم جمله واحده بس، ان الحياه بسيطه، عيشها بمرونه علشان تقدر تكمل حياتك بصحه وسعاده. حلو قوي، حلو قوي. طبعا احنا قبل ما نختم الحلقه هقول لكم على 5 جمل بنسمعها كل يوم، يمكن بنقولها لنفسنا من غير ما ناخد بالنا اصلا. انا كويس، مش مهم انا، مهم ولادي، مش مهم انا، مهم الناس، مش فاضي ازعل من دلوقتي، انا هعديها لوحدي، جدع، انا مش بحب اطلب المساعده. سيبوا الجمل دي قدامكم معاكم النهارده واسالوا نفسكم، هل دي فعلا مرونه نفسيه ولا استنزاف نفسي؟ ولانك انت السبب وانت الحل، فدايما التغيير بيجي من جواك بحكايه جواك. استنونا ان شاء الله كل يوم 3 الساعه 10 مع دكتور جميل حافظ وبرنامج حكايه جواك. يمكن المره الجايه تكون حكايتك انت. مع السلامه.